الشعب المغربي يكن كل المودة والمحبة للشعب الجزائري، واللي ما أمنيش ونفس الشيء، واللي ما أمنش يشوف واش صرا في المغرب نهار اللي دينا لا كوب دافريك في الرباط، في الدار البيضاء، في وجدة. شعب حبنا ونحبوه، فيه قيادة في ذيك البلاد وقيادة هنا. كانت الأمور ماشية وماشية كما يلزم، ولكن احنا ما نقولش سذاجة. الجزائري لما يعطيك كلمته يموت عليها، وكان اللي يعطيك كلمته باش يرقدك وراه يحفر من تحت، ماشي كيف. نعطيك مثال اليوم كيفاه انت دابور كنت تتذكروا المأساة اللي وقعت 63 في هذه وفي هذه. احنا ضبط النفس مع الأشقاء المغاربة على أساس باش ما نزيدوش معاناة الشعب المغربي، عمرها ما وصلت لدرجة المواجهة. هذه كاع العالم يشهد بها باللي رغم كذا والتشنج في المواقف وهذه تفرق بيناتنا قضيتين. قضية فتح الحدود، أنا نقول لك الحدود ممكن تفتح يوم من الأيام، ولكن اعتذر، الحدود ما تخلقتش على بال الصحراء الغربية، ما نشوهش الواقع. أنا نتذكر كانوا عندي شبان جامعيين هذاك وين كملوا مشاو يتفسحوا تما 3 أيام باش خرجوا، اللي لقاهم يعطيهم اللي كان حاشا الشعب هو اللي هربهم وحتى خرجهم للحدود. تجي في نهار واحد وقع عندك اعمال ارهابي في مراكش، اللوبي اللي عندك تما تزعزع، تاخذ قرار انت باش تقول انا ما عنديش ارهابيين، الجزائريين هما الارهابيين، وانا ذاك حدود فرنسا مبلع علينا، حدود الاخرى مبلع علينا، الطيارات ما تنزلش، تزيد تضرب لي حصار بامر من كذا، ما تخلينيش نهضر. انا عارف الخطايا. صبحوا ما يقارب 350 ألف جزائري محصورين، حتى مشات لهم بواخر وحافلات. اعتذر بالعقل ونزيد اكثر. انا ذاك الجزائر كانت هي ترأس اتحاد المغرب العربي، ما خبروهمش، يسمعها في النشرة. ونزيدك اللي توصل الجزائريين او الاجانب بالاخص فرنسيين ذات اصول جزائريه يطبق عليهم الفيزا، هذه عمرها ما صارت في الاعراف الدبلوماسيه. اذا اقل شيء الاعتذار. احنا انذاك يسخنوا في الطبل والجزائر وارهاب، تبع انا اسمح لي نكمل لك ما شوف باش نوضحوا الامور، لان ماشي انت راه ورانا حتى ربما اشقاء مغاربه راهم يسمعوا فيكم، ربما اصدقاء في دول اخرى راهم يسمعوا، باش ما قضيه غلق الحدود ما هيش من اجل الصحراء الغربيه، ما عندها حتى صله بالصحراء الغربيه. هذا هو. ماذا تفعل؟ بالعقل. انا عندي كرامه، سبحان الله، انا ندوس على الكرامه تاع الجزائر باش لا، بالعقل. تاريخ وضح تاريخ باللي انا لما نسمع اسبوع من بعد وزير داخليا تاع دوله نافذه اوروبيه وعندها تواجد تما يقول الجزائر احنا عندنا كل الادله باللي الجزائر ما عندها حتى دخل الشيء اللي صرا في مراكش، هذوك داروها المغاربه وما اعتذروش. غير كم تقبض عودك تركفوك عودك والفيزا وما نعرف واش. العلاقات بيناتنا راها آلاف السنين. واحد ما يشتمش المستقبل. شوف هذه حكايه ضربني وبكى وسبقني وشكا ما تطبقش على الشعب الجزائري. انا نقول لك يعتذر للشعب الجزائري قبل كل شيء، لان من اهان انذاك هو الشعب الجزائري. قال بغيتي دير لي الفيزا، انا كما يقول لك الباب اللي يجي منه الريح سدوا واستريح. طاحوا مع السي اليمين فحل والجزائري محض قح، قال ما لها الفيزا تاعك اين الحدود نبلعها. هذا ما كان هكا صرا. ضروري بغاو يصلحوا العلاقات، لان علاقات اقتصاديه قويه كانت بيناتنا.
والمستفيد مش بالضروره احنا. انا ما متفق معاك، مانيش نهضر على شيء. انا داتني نعره على اولاد الجزائر اللي تهانوا 12 تاع الليل، واحد مولا 60 عام تخرجوا من الشامبره تاعو، ما تخليش تيرفض المحفظه تاعو والضرب كل خلاص ما تتقبلش، ما نقبلها لا اليوم لا غدوه. اعتذر للشعب الجزائري، قال وقعت غلطه ونسمحوا وطلبوا السماح وكذا، وممكن تم الامور تصلح.